ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وكل سنة وانتم طيبين. النهاردة الفيديو بتاعنا فيديو عن سماد النباتات وعن التسميد. هحاول اكون اختصر بشكل كبير. عندنا هنا 4 انواع من السماد: NPK 3 متعادل، حديد، ده من اهم السماد للنباتات، بريلايت وده سماد طبيعي نباتي، وفي سماد بيكون حيواني كمان. يعني ايه نباتي يعني ايه حيواني؟ النباتي بيكون مكون من ايه؟ من اوراق الشجر المتحللة، القشور، الحاجات النباتات. المهم هو تكوينه كله بيكون نباتي من اي حاجة من النباتات، وباين من اسمه. البريلايت ده بيخلي التربة تكون مسامية، بمعنى هو خفيف جدا ونسبة تحلله في التربة بطيئة جدا. فاحنا بناخد منه معلقة ونحطها في القصيص ونقلب كويس وش التربة، وبعد كده خلاص هو بياخد وقت بقى مع بقى ان احنا الري، ومع تقليب التربة بيبدأ بقى برضو يخش تحت ويخش مع التربة يتغلغل فيها، فبتبقى التربة مسمية اكتر، ما بتحجرش، ما بتخنقش جذور النباتات كده، فده فايدته. عندنا الحديد طبعا لا غنى عن الحديد للنباتات، وده يا جماعة مش اعلان ولا حاجة، انا حديد ده الحديد المتوفر عندي. حديد مهم جدا جدا للنباتات. اول ما بنشوف النباتات عندنا بدأت تصفر، بنبدأ اول حاجة نفكر فيها يمكن يكون نقص عناصر، واللي هي من اهمها الحديد. NPK متعادل. NPK ده مكون من 3 انواع من السماد، ماشي. خصائصه بقى: ثبات العقد وزيادة نسبة الأزهار، هام جدا في العمليات الغذائية للنبات، جودة في المحصول، وتحسين صفاته التسويقية. مواعيد استخدامه: رشة بعد شهر من الزراعة، ويكرر كل 15 يوم حتى النضج. تمام. مكونات بقى NPK، يعني ايه N ويعني ايه B ويعني ايه K اهو: نيتروجين، فوسفور، بوتاسيوم، وقالك هنا SO4 6%، اللي هي الكبريت المعدني اهو، هو كاتب حتى فوق كبريت معدني. عندنا النيتروجين نسبة 20%، الفوسفور او البوتاسيوم 20%، والفوسفور 20%. فاحنا بنسميه 20 متعادل، ان هو 3 20 متعادل. فده من اهم السماد للنباتات، وبنسمد بيه طول السنة. حلو. اول ما بنشوف نباتاتنا ضعيفة بنسمد بيه على طول. طيب اللي ما عندوش الحاجات دي بنلجأ لحاجات تانية طبيعية في البيت، بس مهما كان ده اساسيات لازم تكون عندنا في البيت، او لو حتى حد بيزرع في السطح، يعني مش شرط بيت بس. وده باختصار شديد جدا، ويا رب يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم. واللي عايز اي حاجة يكلمني في الكومنتات او يكلمني خاص، وانا موجودة على طول. ويا رب كده يكون فيديو خفيف عليكم، ويا رب يكون عجبكم. باي باي.